دراستنا في وقتها في المعهد، واحنا يعني شبه دوام يوم تقدر تعتبره كان في الاذاعه والتلفزيون. طيب. والاتصال مع الصحافه والصحفيين، وكانت يعني الصحافه قليله مو مثل هسه. الموضوع متاح اكثر. نعم. أكثر جدا. طيب استاذ كريم، احنا نسمع انه ايام زمان كان كل شيء في مكانه الصحيح، والمعاناه هي اليوم انولدت. اليوم نستغرب احنا كريم حسين هو يعاني منذ الانطلاقه يعني. والله شوف، انا بالنسبه احكي لك عني، اني نعم. يعني رغم يعني كانت البدايه جدا عصيبه، وانتشني رجل كبير، رجل موسيقار، رجل الله يرحمه برحمته الفنان محمد جواد أموري. الله يرحمه كان له استاذ محمد. الفضل الاول والاخير في حياتي الفنيه. نعم. انتشني، وهو اللي اكتشفني، وهو اللي قدمني الى الساحه الغنائيه بمجموعه من الاغاني اللي ما زالت في اذهان المستمع والمشاهد الان. نعم. يعني عانيت ما عانيت، وكانت قبل، تعرف انت يعني صح، كان الزمن جميل جدا، والصحافه حلوه والحياه الفنيه، ولكن كانت يعني مقيده نوعا ما. نعم. بتقديم مثلا من خلال التلفزيون. عندما مثلا تطلع بالمنهاج انه اغنيه اليوم ستبث الساعه 9 زين، او ستبث الساعه قبل 8. نعم. يعني كان ما عبالك عيد عند الفنان. نعم بالتاكيد، هو واقاربه ومحبينه كلهم قاعدين على الساعه 9 ينتظرون. اي، فيعني صنعنا نفسنا بنفسنا يعني بمراره. نعم. بس هذا دليل انه انتم ناس فنانين حقيقيين يعني، لانه كان مو كل من هب ودب يوصل للاذاعه والتلفزيون. طبعا فرق حتى عن التسعينات. فرق عن التسعينات، الثمانينات، عقد الثمانينات من العقود الذهبيه في حياه الفنان والرياضي. نعم بالتاكيد. بكل امانه. بالتاكيد. زين. طبعا التسعينات اكو صارت شحه، لان انحسبت طبقه من الاصوات الجديده اللي خرجت، واللي احنا صرنا الضحيه. يعني انا وابناء جيلي اللي هم لا يتجاوز عدد اصابع الايد الوحده، صرنا ضحيه بين جيل السبعينات وجيل التسعينات. نعم. فصار التوجه على جيل التسعينات، صح، اللي هي مجموعه من الشباب اللي كان من ضمنهم الاخ صديق حاتم العراقي، حاتم وباسم وهيثم يوسف وجلال خورشيد ومجموعه. فاحنا صرنا ضحيه يعني قمنا احنا يعني اللاحق الصحفي حتى تكون انت دائما حضور متواصل. واللاحق الاذاعه حتى تقدم فد شيء. اما من خلال التلفزيون يعني انا اللي مريت عليه بال91، انا سنه كامله 12 شهر لم تظهر لي اغنيه على التلفزيون. وكانت متعمده، وهذا تاريخ انا احكي لك اياه بكل امانه. طيب. هذا تاريخ. الله يكون بالعون. لم تظهر لي اغنيه على التلفزيون سنه كامله. والله شنو مزاج السيد الفلاني على مزاجه، الغيره او المعجبين وكذا، يعني اسباب كثيره. على العموم اليوم فرصه طيبه وجودك ويانا، انا سعيد جدا. الله يخليك استاذ كريم. كل المستمعين، وانا متشوق، وانا من متابعي اذاعتك امانه. نعم تسلم لي، الله يخليك. لك تحايا وسلامات من اخواننا واخواتنا على البث المباشر، تعليقات جميله. نعم. اتمنى تشاهدون حضرتك انت العائله البث المباشر. انا رسلت لك رابط البث. يشاهدون. نعم يا اهلا وسهلا. يعني تقدر تقول في الغرف الاخرى. اي ماشي الحال. اوكي. ولو احنا هنا هم ظالميك يعني، بس انا طالع بالصوره. ان شاء الله ماكو فرق يعني، احنا حتى للسهوله يكون الضيف عبر الهاتف، ما نريد نعنيك مسافه. بالعكس. نعم الجايات هواي ان شاء الله. طيب استاذ كريم، خلينا ناخذ اول اتصال نشوف منو ويانا. مساء الخير.